ان انا هتعرض لهجوم كبير قوي جدا بعد الفيديو ده. لو انتي مرتبطة سوشيال ميديا او انت مرتبط سوشيال ميديا، مفيش علاقة رسمية يعني، ف ابعدوا عن بعض. انتوا كده بتستهلكوا طاقة بعض على الفاضي، بتهلكوا مشاعر بعض، وانتوا مش ضامنين ولا متأكدين انتوا اساسا هتبقوا لبعض. غير كده البداية اللي مش هترضي ربنا مش هترضيك انت تاني. فما تظلموش نفسكم، عشان وده سبب ان اغلب جيلنا اساسا دلوقتي اللي هو كلهم مشاعرهم بايظه، واللي هم كلهم مجروحين وبتاع. كل ده بسبب ان هم البدايه اللي هم عملوها ما رضتش ربنا، فطبيعي انها مش هترضيه في الاخر. فانتوا ظلمتوا نفسكم. فابعدوا. لو انتوا مرتبطين والله الحياه لوحدك، اما انت مع اصحابك او انت مع اصحابك هتبقى احلى بكتير، لحد ما يجي الوقت المناسب ان انت تاخد الخطوه وتبقى قادر ان انت تقدم. ممكن عادي سبتوا بعض بعد فترة مثلا هو يكون كون نفسه ويجي يقدم لك، مفيش مشكلة. بس كلام ملوش لازمة بلاش، ابعدوا بجد. لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وحابب اسمع رأيكم في الكومنتات، واتمنى لو الحاجة دي قدرت ان انا قدرت اساعدكم في يوم من الايام او بحاجة بسيطة جدا، فانا هكون مبسوط جدا. لايك وسبسكرايب.